السلام عليكم وتحية طيبة للجميع اينما كنتم. مرحبا بكم عام جديد، انتصار جديد للمغرب والحمد لله تتوالى الانتصارات. هادشي هذا اللي غنتقاسم معكم انا اليوم كيهم المغاربه كاملين، وهادشي هذا كيدل على حاجه وحده، كيدل على اننا الحمد لله كنخدموا خدمه نقيه والدبلوماسيه ديالنا ما يقد عليها حد. طبعا هو موضوع مهم وكيهمنا كامل اننا نعرفوه، وفرحانين اننا خرجنا بهذه النتيجه هذه بطبيعه الحال. ارى واحد اللايك بعد الاول لان الموضوع جد مهم. شنو كيقول الموضوع؟ لجنه تحقيق اوروبيه تبرئ المغرب من استخدام برنامج تجسس بيغاسوس. كتعرفوا هذا الشيء هذا بدا العام اللي فات. من العام اللي فات والمغرب متهم باستعمال البرنامج الاسرائيلي ديال التجسس اللي سميتو بيغاسوس. كيقولوا بان المغرب استعمل هذا البرنامج هذا باش يتجسس على هواتف ديال رؤساء اوروبيين بحال بيدرو سانشيز وماكرون وغيرهم. وبطبيعه الحال كتعرفوا هذا الشيء هذا منين جاي من العام اللي فات، حيث بيدرو سانشيز رئيس الحكومه الاسبانيه عطى الدعم ديالو للمغرب في قضيه الصحراء المغربيه. من اللي بدا بيدرو سانشيز او عطى الدعم ديالو للمغرب في هذه القضيه هذه، قضيه الصحراء المغربيه، من ثم بدا الصداع. البرلمان الاوروبي كيقول بان المغرب استعمل برنامج تجسس بيغاسوس وتجسس على التليفون ديال بيدرو سانشيز رئيس الحكومه الاسبانيه، وبدا كيهدو بقضيه ديال الصحراء. كيقول له اما نفضحك داكشي، عرفت الاسرار ديالك، اما عطيني الدعم ديالك لقضيه الصحراء، واما غادي نفضحك حيت انا عندي عليك دلائل وعرفت عليك كل شيء. هادشي اللي كانوا كيقولوا هما، وهادشي اللي كانوا كيتهموا به المغرب، كيفاش اسبانيا بدات الاقوال ديالها وكيفاش بيدرو سانشيز عطى الدعم ديالو لقضيه الصحراء المغربيه. هادشي ما قبلوش. فالبرلمان الاوروبي كان مصر على فتح تحقيق واتهام المغرب بهذه القضيه هذه. وحنا كنعرفوا هادشي هذا منين جاي اصلا. من نهار اللي بيدرو سانشيز قال هذا الكلام هذا ودعم المغرب في قضيه ديال الصحراء، طبعا الدول المعاديه للمغرب والقضيه الاولى ديال المغرب اللي هي قضيه الصحراء خدمات يعني المحرك ديالها. طبعا قد كترش يعني اسبانيا، كترش الاتحاد الاوروبي، كترش البرلمان الاوروبي، كتحط الفلوس كتميزي باش تضغط على المغرب ويشوفوا واش المغاربه خدامين خدمه نقيه ولا فعلا استعملوا هذا البرنامج ديال التجسس. والحمد لله على ما كيبان ان الخدمه ديال المغرب خدمه نقيه، والدبلوماسيه ديال المغرب دبلوماسيه نقيه وما يقد عليها حتى شي واحد. وهذا الشيء اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم باش تعرفوه. شنو كيقول المقال؟ خلص تقرير لجنه تحقيق البرلمان الاوروبي بخصوص قضيه بيغاسوس الى عدم وجود اي ادله تدين المغرب في استخدام برنامج التجسس الاسرائيلي ضد الدول الاوروبيه. التحقيق الذي استمر لمده سنه بين في الفقره 330 غياب أي دلائل على تجسس المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس، وهو المعطى الذي ظلت تشدد عليه من المملكة في مواجهة الاتهامات الموجهة إليها. طبعا المملكة المغربية كتقول الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي أعطيني دليل أنني كنستعمل برنامج التجسس، فين هو الدليل ديالك؟ اللجنة خلصت إلى نتائجها التي تزيد من الشكوك حول الاتهامات الموجهة إلى الرباط، بعد أن قامت بتحقيق ماراثوني هم زيادة الدول المتضررة من البرنامج التجسسي وعقد جلسات استماع مطولة مع المتضررين المحتملين والاستعانة بخبراء في المجال وإنجاز دراسات متعددة. ويأتي تقرير اللجنة سالفة الذكر في وقت يشدد البرلمان الأوروبي على مواصلة التشكيك في استخدام الرباط برنامج بيغاسوس عبر إقرار توصية تدعية تجسس المغرب ورواندا على مواطنين ومسؤولين أوروبيين كبار، إلى جانب رؤساء الدول الأوروبية، داعيا في الوقت عينه إلى مراجعة شاملة تدير برنامج بيغاسوس. سمعتوا الإخوان؟ يعني المغرب واللجنة الأوروبية المكلفة بهذه المسألة هذه كتبرأ المغرب من هذه التهمة المنسوبة إليه. المغرب يعني ما استعملش برنامج بيغاسوس باش يتجسس على الهاتف ديال بيدرو سانشيز أو ديال ماكرون أو ديال أي مسؤول أوروبي آخر باش أنه يقدر يستعمله كورقة ضغط كيف ما كان كيتقال، وكيف ما كانوا الاعداء ديال الوطن واعداء الوحده الترابيه اللي كيخدموا في هذه القضيه هذه، الكابرانات اللي كتعرفوا اللي كيحركوا المحرك ديالهم دائما في اي انتصر فيه المغرب. الكابرانات كتخدم المحرك ديالها وكتخرج الفلوس وكتحط الفلوس، كتحاول ما امكن انها تنتصر على المغرب. والمغرب دائما كيبين بالملموس وبالدليل انه بريء من الاتهامات، وانه يعني خدام خدمه نقيه ودبلوماسيه نقيه، وداكشي كامل مدروس درجه بدرجه، كلشي غادي مقاد وكل حاجه كتحط في وقت المناسب ديالها، ما كنلعبوش وما كنجسوش. هادشي اللي تبين. واللي دابا المغرب هو اللي ولا كيطالب يعني بالاتحاد الاوروبي انه يقدم اعتذار رسمي للمغرب.
دابا من حق المغرب يطالب البرلمان الاوروبي انه يقدم اعتذار للمغرب بسبب هذه التهمه المنسوبه اليه، واللي بينت اللجنه الاوروبيه على ان المغرب يعني بريء كل البراءه، وسنه ديال التحقيق بينت هذه المساله هذه، والحمد لله. هذا الشيء هذا كيزيدنا فخر واعتزاز بالبلاد ديالنا وبالنظام اللي غاديه به والسيستم اللي غاديه به والعلاقه المغربيه الاسبانيه والتقارب الاخير اللي وقع، الاتفاقيات المتعدده اللي تفرمات، والدعم ديال اسبانيا في قضيه الصحراء المغربيه، وبزاف ديال الامور. كاينه واحد كما كنقول حنا واحد المسطره غدا مزيان تخدم مصلحه البلدين المغرب واسبانيا. هذا الشيء هذا كامل اللي كنتقاسموه واللي كنعيشوه ما كيعجبش الاعداء ديال الوحده الترابيه، ما كيعجبهمش. علاش ما كيعجبهمش؟ لانهم خدامين ليل نهار باش ان هادشي ما يكونش، باش اننا ما نتقدموش، باش اننا ما نطرقوش الملف ديال الصحراء ونساليوه ونزيدوا خطوات اخرى ان شاء الله، باش اننا يعني دائما كيلعبوا على عرقله ديك الاستمراريه وديك النجاحات اللي حققها المغرب، وداك الشيء اللي المغرب خدام عليه ليل نهار، واللي سنوات طوال خدام عليه المغرب باش وصل لهذا المستوى هذا اللي الحمد لله بدات تتحقق النجاحات والانتصارات المتتاليه ديال البلاد ديالنا بطبيعه الحال. فهذا الشيء هذا خبر زوين بطبيعه الحال، كيهمنا حنا كاملين كمغاربه وكيفرحنا، وكنقولوا حاجه واحده الى الامام ان شاء الله، والخير مازال القدام. والشيء اللي غادي يبين الايامات الجايه ان المغرب حاليا ولا نقطه كتتجه للانظار ديال العالم، الانظار ديال العالم كلها كتتجه نحو المغرب، والمغرب غتكون عنده يعني بطبيعه الحال واحد الصوت اللي هو مهم بزاف في العالم. علاش؟ لان حكم الخيرات اللي غتكون فيه والاكتشافات اللي غتكتشف فيه والمعادن اللي عنده وكل شيء اللي كيخدم مصلحه العالم بطبيعه الحال. فواحد الدوله عندها واحد الاهميه في العالم، واحد العدو اللي في جنبك واخا يحفر حتى هي ما يقدر يدي من موراك والو بتاتا. اذا الحمد لله على هذه الانتصارات، ومازال ان شاء الله انتصارات اخرى. واللي هو كيحفر الله يطيحه في الحفره اللي كيحفر فيها، اللي كيحفر ضد مصلحه الوطن الله يطيحه في ديك الحفره اللي هو كيحفر فيها. لان احنا كمغاربه دائما خصنا نعتزوا بالوطن ديالنا ونفرحوا به ونقولوا دائما الى الامام ان شاء الله، بالايجابي بالسلبي ديالو، ننتقدوا الحوايج اللي خايبه اللي ما عجبتناش باش نصلحوها بطبيعه الحال، ولكن دائما مصلحه الوطن فوق كل المصالح، دائما الى الامام ان شاء الله. وكنتمنوا الازدهار في البلاد ديالنا بطبيعه الحال، وعلاش لا. اخوان الاخوات، فيديو ديال اليوم كنظن انه كان مهم ومعلومات كانت مهمه وخبر جديد يعني ديال اليوم. قولوا لي شنو الراي ديالكم فيه وكيفاش جاكم هذا الخبر هذا وهذا التحقيق ديال اللجنه الاوروبيه اللي برأت المغرب من مساله ديال التجسس. تحياتي لكم جميعا، حتى الفيديو القادم. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك كما العاده، بارطاجي كي تعمل الفائده ان شاء الله. حتى الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.